هو زيزو مضى في الاهلي ولا لسه ما مضاش؟ بصراحه انا مش عارف يعني، بس ومش متاكد، بس يعني خلينا نقول ان اغلب الشواهد واغلب الكلام بيقول ان زيزو بنسبه كبيره في الاهلي. بس انا مش هتكلم في الحته دي، وسيبك من زيزو خالص بقى، وابعد عن زيزو وابعد عن الاهلي دلوقتي وركز معايا كده. احنا لما الاهلي اشترى امام عاشور قلنا دي مش غلطه الاداره، مش غلطه الاداره الحاليه، دي غلطه الاداره السابقه وغلطه الاداره اللي كانت موجوده قبل كده بتاعت مرتضى منصور، وهم اللي فرطوا في امام عاشور، رغم ان امام رجع واتحايل عليكم وانتوا كنتوا موجودين وما عبرتوهوش لحد ما راح الاهلي. قلنا ماشي وبندعم الاداره وفي ظهركم. لما الاهلي راح اشترى بن شرقي وجابه، وكان قبليها بن شرقي قدامنا ببلاش، قلتوا بن شرقي طالب مبلغ كبير، الزمالك ما فيهوش فلوس، عندنا مشاكل، عندنا ازمات قيد، عندنا قضايا، عندنا مديونيات، وعندنا، وقلنا ماشي مش مشكلتكم انتوا. قصرتوا، بس احنا بندعم الاداره. وبن شرقي فعلا كان طالب رقم كبير والدنيا ما وقفتش على بن شرقي، وعمر الزمالك ما بيقف على حد، ودي قناعه عندنا احنا مقتنعين بيها. وفي لعيبه كتير زمان قوي بطلت ومشيت والزمالك مكمل، الزمالك بجمهوره. لكن تعالى لي بقى دلوقتي لما زيزو نجمك واهم لعيب عندك واحسن لعيب في مصر، انت مش عارف تجدد له ويروح يمضي مع الاهلي مباشر من عندك، او يطلع من عندك مباشر على الاهلي. طب اللي قبل كده كانوا بيعملوا كباري، كانوا بيطلعوا بره وبيرجعوا على الاهلي، انت المره دي في سابقه لم تحدث ان اللعيب ده هيطلع من عندك من نادي الزمالك على الاهلي مباشره، وهو اهم لعيب في الفرقه عندك في اخر 5 سنين، اهم لعيب في مصر في اخر 5 سنين، احسن لعيب في مصر، صفقه سوبر. لما تروح تصرف لي فلوس على شويه الصفقات اللي انت جبتها، مع احترامي ليهم جميعا، حتى لو جايبهم من الاهلي ونجوم الاهلي، مع احترامي ليهم جميعا، ان انا كنت احافظ على نجومي او احافظ على فرقتي كان اولى. الفلوس اللي اتصرفت على اللعيبه دي، على ناصر ماهر واحمد حمدي اللي ما لعبش غير ماتش، مع احترامي ليهم، ولاعيبه كويسه ولاعيبه مفيده ولاعيبه ان شاء الله في اللي جاي هتقدم حاجه كويسه مع الزمالك، لكن معلش كنت جدد لنجومك. احنا دعمنا الاداره كتير وبندعم مجلس الاداره، واي حد بيقود الزمالك احنا بندعمه، واي حد بيلبس تيشيرت الزمالك ابو خطين حمر ده احنا بندعمه وبنبقى في ظهره وبنشجعه، سواء كان لعيب، مدرب، اداري، اي حد. جمهور الزمالك بيدعم الزمالك، واي حد بيرتدي قميص الزمالك في كل الاحوال. لكن معلش بقى، ده كده يعني الموضوع بقى، بص، بقى فوق طاقتنا احنا كجمهور ان احنا نتحمله. ان انت اهم لعيب عندك ما تعرفش تجدد له وتوصل لحد المرحله اللي احنا فيها دي، وانه يروح يلعب مع الاهلي او يمضي في الاهلي من عندك مباشره، ده احا بقى، ده احا لمجلس الاداره بجد يعني، قمه الفشل. وانت بقى يا عم زيزو تعالى بس كده معلش شويه، هم مركزين معانا ومع لاعيبتنا ومش شايفين لعيبه في مصر غير لعيبه الزمالك، هم عايزين يهدوا الزمالك. انت عارف ده انجز كان في العالم، فهو عايز يهدك، ده الطبيعي وده العادي وده المتوقع، فما تستغربهمش. انت بقى يا عم زيزو معلش، بعد البيان اللي انت عملته والكلام اللي قاله والدك والكلام اللي هاني حتحوت قاله على لسانك، يا باشا كل اللي انت قلته ده على راسي. انت لو بتحب الزمالك وعايز تكمل في الزمالك هتتنازل. فلوس مين يا زيزو؟ الزمالك اللي عمل، الزمالك اللي عمل اسمك يا زيزو، ايا كان الرقم. انت لو بتاخد 10 مليون في الزمالك يا زيزو احمد ربك. يا جماعه ايه الارقام اللي انتوا بتتكلموا فيها دي؟ في ناس مش لاقيه 100 جنيه، فما تجننوناش. فلوس ايه يا زيزو؟ ارقام ايه اللي جايه لك، ومستقبل ومش مستقبل. انت ما مضيتش وبتاكد انك ما مضيتش، بس رايح تطلع تاشيره لامريكا، وابوك يقول تحسبا للعب في كاس العالم. النيه يا باشا مبيته ايه؟ ما تقوليش زيزو يلعب في الوداد ولا في صن داونز ولا في العين الاماراتي. النيه مبيته، انت رايح الاهلي، النيه عندك. فمعلش اللي يبيع الزمالك عمر الزمالك ما يتمسك بيه. اما انت عندك النيه اصلا انك تبيع الزمالك وتطلع تاشيره لامريكا عشان تلعب مع الاهلي او مع اي نادي ايا كان في كاس العالم، انت مبيت النيه. فزمالك ايه اللي انت بتحبه، وزمالك ايه اللي انت فاكر جميله وفضله عليك يا زيزو؟ لا يا باشا، عايز تمشي مع 1000 مليون سلامه، والتاريخ بيتمسح يا زيزو. لا انت بتقول التاريخ ما بيتمسحش، لا التاريخ بيتمسح. احنا اللي عملنا التاريخ، احنا اللي بنمجد واحنا اللي بنهد، احنا اللي بنخليكم مخلدين في تاريخنا وفي تاريخ فرقتنا، واحنا اللي قادرين ننساكم ونمسحكم كانكم ما مرتوش. الزمالك لو بالناشئين هيفضل الزمالك، خدنا الدوري بالناشئين 2 ورا بعض، ما عندناش ادنى مشكله. لكن الفاشل يقول انا فاشل، انما تبقاش فاشل وتطلع تشايل الليله لحد تاني وتطلع تبرر. لا، مجلس اداره الزمالك فاشل، المسؤولين عن الكره في الزمالك واللي بيديروا الكره في الزمالك شويه فشله وشويه موظفين، وكل واحد بيدور على مصلحته بس. وانت يا زيزو بتدور على مصلحتك، فما تتكلمش بقى في احترام النادي وحبي للكيان وجمهور الزمالك. انسى الفيلم ده، اللي بيبيع الزمالك بيتنسي.
وجمهور الزمالك ما بيدعمش حد باعي النادي. زملكاوي وبتحب الزمالك وفاكر فضل الزمالك عليك، اتنازل يا باشا، اتنازل يا ريس عن الارقام الخرافيه دي. عايز تروح الاهلي مع مليون سلامه يا عم، ما توجعوش دماغنا بقى.